السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هصور لكم المسافة ما بين الحرم المكي وفندق أعمار جراند. فندق أعمار جراند في شارع إبراهيم الخليل. عشان توصلي لإبراهيم الخليل تطلعي من باب الملك فهد، هو أقرب بوابة لشارع إبراهيم الخليل، رقم 79. همشي معاكم لحد فندق أعمار جراند من شارع إبراهيم خليل. هنمشي مع بعض كده، شارع إبراهيم خليل، فندق أعمار جراند. أنا كده ماشية من عند الحرم، المسافة من الحرم لفندق أعمار جراند. هوريكم دلوقتي المسافة، ومش هفصل عشان خاطر تشوفوا المسافة قد ايه. الريفيوهات دي بتنفع ناس كتير قوي بتحب تشوف الفندق اللي هي هتنزل فيه تكون المسافة ما بينه وما بين الحرم قد ايه. أنا جايبه لكم من الحرم لحد الفندق ان شاء الله تشوفوا المسافة. مش هفصل عشان تبقوا عارفين الوقت بتاعكم قد ايه، والدقايق كمان هتاخد قد ايه. كده انا همسك شارع ابراهيم الخليل على طول زي ما انا ماشيه كده. طلعت من الحرم، هوريكم تاني. ادي الحرم، باب الملك فهد قصاده على طول، ده اقرب طريق تدخلي منه على فندق أعمار جراند. زي ما انا ماشيه قدامكم كده. طبعا طول ما انتم ماشيين بيبقى فيه بقى مولات، محلات تجاريه، ساعات هدايا، برفانات، فنادق، لان احنا طبعا قدام فندق الساعة مباشرة. تمام اهو بصوا، ديما، رشة ديما للعطور، المالكي للهدايا. زي ما بقول لكم طول ما انتم ماشيين في الشارع ابراهيم خليل بالذات شارع حي جدا، وكله محلات تجارية. انا بصور لكم الفيديو دلوقتي الساعة 3 قبل الفجر مباشرة، عشان برضو يبقى الشارع هادي شوية عن جميع الفروض. احنا برضو جنب ابراج الساعة. بصوركم دلوقتي كده. بصوا الابراج برضو، كل دي ابراج قصاد الحرم. احنا داخلين دلوقتي على شارع ابراهيم الخليل، الحرم في ظهرنا اهو. كل ده انا لسه داخله الشارع. محلات هدايا برضو، بتخش كده في شوارع بتمشي لها بزاويه كده اهوت. ده الكوبري ده بتدخلي من تحتيه اهو. الكوبري ده بتدخل من تحتيه. طول ما انت ماشي بصوا الفنادق. ادي سوق الخليل، جبل عمر، وفي مطاعم برضو في الشارع. كل ده قريب من الحرم جدا. وانتي رايحة الفندق ممكن تجيبي برضو اكل وكده. وبنخش الشارع بيبقى فيه كذا صيدلية وكذا محل هدايا برضو. هو شارع حي جدا يعني، شارع ابراهيم خليل.
عيب شارع ابراهيم الخليل حاجه واحده بس، اللي لما بتخش قدام الفنادق بيكون اتوبيسات كبيره. الاتوبيسات الكبيره دي هي اللي بتضايق بس يعني. لكن هو شارع حلو قوي وقريب جدا من الحرم. الفندق قريب من الحرم 500 متر. ادي برج الساعة برضو احنا بنعدي عليه، مجرد ما بنخرج من الحرم بنعدي عليه. في هنا فندق العليان الحرم، فندق لؤلؤة الفلاح، فندق اعمار السلطان، كل ده بنعدي عليهم. الفندق قريب يعني نوعا ما، مش بعيد قوي برضو. بعد برج الساعة بنمشي شوية، من هنا بقى هندخل على المكان اللي انا بقول لكم فيه، اللي هو المواصلات والاتوبيسات. بس دي الحاجة المزعجة جدا اللي في شارع ابراهيم الخليل، ان انت بتعدي على اتوبيسات كتير قوي وتاكسيات بقى وكده. طول ما احنا معديين على طول اتوبيسات من الجهتين، اتوبيسات. الاتجاه الثاني محلات هدايا وفردوات، او محل مايا الفردوات، محل رنيم، رائد السمين ديت اكسسوارات، بركة مكة الفردوات، كل دي بريق الذهب. في فندق نوارة الشمس برضو نعدي عليه دلوقتي. انا بقف بس عشان يظهر لكم اسمه، فندق نوارة الشمس في ابراهيم خليل. ده قصاد يعني قريب جدا من عمار جراند. فندق جوهرة النوير. احنا على شمال هنا من اتجاه الحرم، فندق عمار جراند الناحية دي. نعتبر كده وصلنا شوية. مكونات الخليل دي زي السوبر ماركت يعني. فندق اعمار اندلسية في الاتجاه التاني، برضو مطعم، في مطعم في الوش اهوت هنيجي نخش عليه. ادي فندق ورث ايلت، محل هدايا كله هدايا اهوت. وادي مطعم في النص اهو زي ما انتم شايفين. فندق نوارة الشمس انا كنت شفته في الاتجاه التاني، وفي تاني فندق نوارة الشمس في الاتجاه. احنا بقى دلوقتي متجهين الفندق بتاعنا عمار جراند. في صيدلية وفا اهو جنبه مباشرة، بعديها على طول الفندق. في قبليه فندق الماسة، فندق أعمدة الذهب الاتجاه التاني، مطعم أكل البيت البغدادي سابقا. تمام، ادي الصيدلية اللي كنت بقول لكم عليها. فندق اعمار الخليل قبل الفندق بتاع عمارة جراند مباشرة، فندق اعمار الخليل دوت. كده احنا يعتبر وصلنا. في برضو مطعم
على شارع شاورما عربي. ده فندق ايه؟ فندق العليان الذهبي. فندق العليان الذهبي. فندق سويس الخليل قبل الفندق بتاعنا. وادي اعمار جراند وصلنا خلاص. دي بروست الفروج مطعم ابو عبد العزيز، يعني مش هرميكم من حاجه في الشارع ده. وادي الفندق بتاعنا وصلنا له اعمار جراند. ادي فندق اعمار جراند اللي باين ده. ادي فندق اعمار جراند. امامه مباشره الماسه بدر او بدر الماسه، عامله لكم ريفيو عنه برضو.